تصريح منك. هلا بالحبيب. عطنا تصريح. الحين ان شاء الله رد. ايوه. ايوه. اكيد بعضكم عرف هذا الشخص اللي اخر فتره طالع ترند والناس ماسكنا محتوى طقطقه رايح وجاي وتنمر سالفه وما فيها يا عزيز المشاهد. هذا خلونا ندعيه باسم الكذاب لانه هو اصلا كذاب. هذا الكذاب يعني جاي يتحدى السعوديه باكملها، قال انا افضل سواق وما في حد زيي وعندي افضل سياره وجيبوا لي يعني احسن واحد عندكم في السعوديه. فيلا جاء تحدى السعوديين وراح السعوديه. في يوم راح السعوديه قاعد يهايط ويتحدى زياده ويشوف نفسه على الناس ويقول لهم يا اخي يلا 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 خلونا يلا نزلوني في السباق وتعالوا نزل. يلا يوم جو نزلوا له. تخيل معي يا عزيز المشاهد انه هرب وانحاش وهو كذاب اصلا. ليه هو كذاب يا عزيز المشاهد؟ لانه هو اصلا مع سياره تحدى فيها كل الشعب السعودي، قال له ما انا سيارتي قويه وما في زيها واتحداكم وتفوز عليهم وما ادري ايش. وفي النهايه راح جاب سياره صاحبه وفوق جاب سياره صاحبه يا عزيز المشاهد. راح هرب وانحاش وما قدر يعني يتحدى اصلا دكتور كامو وهشام. وخلينا اوريكم بعد اللقطات وهو قاعد يكذب. يا اخي هو بعدين يا اخي خلوها بعد اوريكم. شوف اللقطات وبعدها بقول. شوف طيب يقول مو بسيارتك. مو بسيارتك يقول سيارة مين هي طيب؟ حبيبي هشام عنده سيارة؟ هذه سيارته. وين سيارته بن حبيب؟ انت عندك سيارة؟ تصريح والله غريب. موجود؟ زي ما شفت معي هو يعني يمثل لك انه هو صادق ولا كذاب ولا 1% قاعد يكذب علينا. يعني يقول لك شرف وتعال وانا واثق من نفسي ولا حد يقدر عليه. فخلونا الى هنا، واذا تشوفون تبغوني اطلع عليه بمقطع كامل وصل هذا المقطع 10,000 لايك وبرضو 1000 متابع او 2000 متابع عادي. المهم نشوف دعمكم كيف في هذا المقطع عشان نطلع عليه بمقطع كامل. اشوف ما لها داعي، لكن اذا تبغون ادعمونا في هذا المقطع باللايك والاشتراك. ويلا سلام.